ومن فوائد الحديث كذلك أنه يحسن بالإنسان أو يستحب له أن يستغني عن سؤال الناس ولو في الأمور البسيطة حتى يكون عزيزا. وقد جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه الليل وعزه استغناؤه عن الناس. فكلما استغنى الإنسان عن الناس كان عزيزا، وهذا ما يعرف بخلق العفاف، أن يكون الإنسان عفيفا في نفسه لا يسأل الناس، حتى أبسط الأمور يحاول أن يكون عفيفا فيها. وقد ذكر اللالكائي في كرامات الأولياء كرامة لأبي مسلم الخولاني عليه رحمة الله، حيث سعت امرأة لإفساد زوجته العفيفة التي رباها زوجها على العفاف، فدعا عليها أبو مسلم الخولاني بدعاء فاستجاب الله له. قال اللالكائي بسنده أن أبا مسلم الخولاني كان إذا دخل بيته سلم فترد عليه زوجته السلام، فإذا كان في وسط الدار كبر فتكبر زوجته خلفه، فإذا دخل الدار استقبلته ونزعت رداءه ووضعت له الأكل فيأكلان جميعا. تضع له ما حضر، ولا يشترط أن يأكلوا أحسن الأكل، إنما ما حضر، يعيشون، هذه هي معيشته، عفاف وكفاف. فدخل يوما الدار فسلم فلم ترد السلام، جاء وسط الدار فكبر فلم تكبر خلفه، فدخل الدار فوجدها تنكت بعصا مطرقة برأسها كفعل المهموم. الرجل إذا كان مهموما ويفكر في أشياء يفعل ذلك، حتى أنه يعطل سمعه لا يسمع الناس. قال: ما شأنك يا امرأة؟ قالت: الناس يأتون الأمير فيأخذون مالا، يأكلون ما شاءوا، يلبسون ما شاءوا، يعيشون في أفخر البيوت وأحسنها، وأنت أبو مسلم الخولاني لو كلمت معاوية أمير المؤمنين فأعطاك شيئا من المال نحسن به حالنا. ليست هذه أخلاق زوجته. زوجته عفيفة رباها على أن لا تسأل الناس. قال: اللهم من أفسد علي زوجتي فأعمي بصره. وكانت جاءتها امرأة في تلك الصباح، جاءتها امرأة فدخلت بيتها قالت: أنت زوجة أبي مسلم الخولاني، فلو كلم الأمير فأعطاه شيئا من المال تحسنون حالكم. قال: فإذا تلك المرأة في بيتها أذهب الله بصرها، فقالت: هل انطفأ سراجكم؟ طفيت الضوء؟ قالوا: لا. فعلمت أنها عميت، وعلمت من أين أتيت، فجاءت من الصباح أبا مسلم الخولاني ترجوه أن يدعو الله لها بالشفاء، فدعا الله لها فرد الله لها بصرها، وأصلح الله له زوجته، وعادت كما كانت إلى خلق العفاف.